تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم كارت أخضر الذي يأتيكم من شاشة قناة الطليعة الفضائية. هذا البرنامج اللي يعني اتفقنا قبل أن نبدأ هذا البرنامج أو قبل أن نبدأ حلقات هذا البرنامج أن نناقش فقط هموم الوطن وهموم رياضتنا، وبالأخص رياضة كرة القدم اللي تعتبر المتنفس الوحيد للشعب العراقي الذي مر بالويلات. لكن رياضة كرة القدم ودائما الفوز الذي يحصل في مباريات المنتخبات الوطنية هو الذي دائما يكون السبب الرئيسي لفرحة الشعب العراقي، لأن هذا الشعب يتنفس كرة القدم. رسالتنا قبل أن نبدأ البرنامج، رسالتنا أو 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى الإعلام المضلل وإلى مقدمي البرامج لاعقي الأحذية، وعذرا على هذا المصطلح وعذرا على هذه الكلمات، لكن هو هذا يعني المصطلح اللي يجب أن يقال بحق هؤلاء لاعقي الأحذية اللي دائما يحاولون يخلقون مشاكل وفجوة ما بين الاتحادات ورؤساء الأندية وما بين الشخصيات الرياضية في العراق، حتى يعني يحصلون على مآربهم اللي هي تعتبر مآرب معروفة لدى الجميع ونواياهم سيئة جدا، يحاولون فقط استحصال بين قوسين الأموال. الرسالة الثانية إلى جمهورنا نتمنى أنه يعني ما بعد اختيار التشكيلة اللي لعب بها منتخبنا ضد المنتخب الأندونيسي بمحافظة البصرة، يعني البعض تحدث عن أنه هذه التشكيلة يعني كاسس ظللنا ممكن يعني اختار ما يقارب 61 لاعب، واختار هذه التشكيلة اللي بيها عدد كبير من المحليين. لكن اللي لاحظناه بالمباراتين السابقتين لاحظنا انه الرجل كان على قدر المسؤولية. الرسالة الثالثة والأخيرة، رسالة إلى السيد كاسس، انه احنا كرياضيين اللي شفناه صح الدوري العراقي بدأ بداية قوية، ولاحظ انه يعني ضغط المباريات اللي حصلت اللي هي 3 يومين، اليوم الثالث تكون اكو مباراة لجميع الفرق، وهذا اللي خلى اللاعب المحلي على المحك، اما اكون او لا اكون، وبالتالي راح يخلق لنا جيل بعيدا عن النراجيل وبعيدا عن السهر وبعيدا عن اللامبالاة، اللي نطلبه انه توخي الحذر بعملية استقطاب او استخدام اللاعبين من الأندية، لأنه المرحلة المقبلة مرحلة خطرة جدا، لأن احنا دخلنا راح ندخل إلى بطولة آسيا اللي تعتبر هي البطولة اللي السيد كاسس مطالب انه يقدم بها نتيجة طيبة. احنا ما نقول انه احنا هدفنا كأس العالم، لكن مطالب انه يقدم بها نتيجة. بالتالي يجب على السيد كاسس الذهاب مرة أخرى إلى أوروبا وإقناع بعض اللاعبين اللي إلى الآن لا زالوا مترددين، لكن هم إن شاء الله بالمستقبل القريب ممكن راح يجون ويلعبون مع منتخبهم، منتخب الأم، منتخب العراق. لذلك نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الأيام. رحبوا معي بالكابتن عبد الله الشاب المدرب الكروي، تحياتنا لك كابتن. مساء الخير استاذ علي، اهلا وسهلا، شكرا لكم على قناتكم الجميله وبرنامجكم الجميل، وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. ربي يحفظك. وايضا قبل ان ندخل بالاسئله راح يكون ويانا الكابتن خضير حمودي الصحفي الرياضي من محافظه اربيل، لكن الى الان الشباب ما ضبطوا ويا السكايب، ان شاء الله عبر السكايب راح يكون ويانا. نتمنى من الشباب بالكنترول انه يتصلون بي ويربطونا معانا. اي كابتن، خلينا نبدا بالمباراه الاولى. لاحظنا انه المباراة الأولى فزنا بها 5، لكن على أرضنا مع منتخب بتصنيف 144. نعم. يعني كنا شايلين هم. شو شفت أداء المنتخب؟ بداية شكرا لك استاذ علي. تعرف كل بداية هي صعبة،
وخاصه اذا كان هو مدرب وفي ارضك يعني كانت تواجه صعوبه، وخاصه ضد الفرق الشرق اسيا، هاي تكون دائما مستوياتها متغير يعني بين فتره وفتره، يعني يكون في فتره من الزمن هي مستوى جيد يعني مقارنه باليابان وكوريا، من فتره سابقه اشتغلوا وجهدوا على نفسهم. منتخب اندونيسيا احد المنتخبات الشرق اسيا اللي متطوره حديثا، اللي من توقعاتي بانه راح نواجه صعوبه بارضهم عندما سنواجههم في تصفيات كاس العالم. راح نواجه صعوبه لانه منتخب يمتاز باللياقه البدنيه العاليه، وابسط مثال شاهدنا احنا انه خطرونه في بدايه المباراه على المرتدات. مثل ما تعرف بانه مدرب كاساس استقطب مجموعه من اللاعبين، هاي اللاعبين كان عنده قدر بانه هاي اللاعبين راح يقدر من خلالهم راح يسجل اهداف ويقدر ياخذ من 3 نقاط اللي هي اهم شيء في تصفيات كاس العالم. زين، لكن اللي لاحظناه انه التشكيله صارت عليها اكو خلط بين مؤيد وبين رافض. المؤيد يقول لك انه يعني خلينا نقول سوى فد تكافؤ ما بين اللاعب المحلي واللاعب المغترب او المحترف. البعض الاخر يقول انه ظلم المحترفين باعتبار انه عدد كبير من اللاعبين المحترفين يعني تم استدعائهم بالمباريات الوديه وبالبطولات الوديه كاس الخليج وبطوله نعم. ملك تلد، لكن ضمن التشكيله هذه ما استدعاهم. حسب البرنامج اللي مشتغل به المدرب كاساس هو بانه تجهيز اكبر عدد من اللاعبين، لانه تعرف تصفيات طويله، يعني احنا بسنه 2022 وكاس العالم هو 2026، يعني بعد بعد 3 سنوات تقريبا، فهي مقاربه 3 سنوات. فالمدرب عد مجموعه كبيره من اللاعبين اللي هم ما يقارب 50 لاعب، يعني متوقع للمهاجمين عندك تقريبا 5 مهاجمين او 6 مهاجمين موجودين حاليا تحت خيارات كاساس، يعني عندك من اصابه ايمن حسين او اصابه اي لاعب، فتوجد البديل موجود في القائمه الثانويه. هاي نقطه الواحد. النقطه الثانيه بانه اكو اختلاف بين المغترب والمحلي. اذا كان الجمهور بانه يؤيد المغترب، فمن رايي بانه الغاء الدوري العراقي ومجرد البقيه مشاهده الدوريات الاخرى واستقطاب اللاعبين. سووا لك المحلي بالعكس سووا لك، بس اسمح لي. نعم. يعني انت الان جاي تحكي تقول انه احنا نطالب انه اذا اللي يطالبون بمغتربين يلعبون بالمنتخب من خارج العراق، نعم، نطالب بالغاء الدوري العراقي. زين، انا اريد اسالك سؤال. نعم. من 2003 من 2007 نعم، تركنا ما بعد بطولة آسيا اللي اخذناها بجاكرتا الى الان، شنو اللي حصلناه من المنتخب؟ عبارة عن لاعبين مزورين بحياتهم الخاصة، نشوف انه ما خلوا شيء ما سووا، يعني نعم. سهر، الامور البدنيه بعيدين كل البعد عنها، يعني فقط هم العقد مع النادي. استاذ علي، انت تعرف هو المحليين مو الكل اللي جاي يقول لك منهم يعني يستحقون تمثيل المنتخب، فقط اللاعبين اللي جاي يجهدون على نفسهم، اللي جاي يسعون، واللي جاي يقدرون يوصلون الى مراتب عليا، واللي جاي ياخذون مكانهم بالمنتخب. احنا استاذ نلاحظ ابراهيم بايش احد اللاعبين المهمين بالمنتخب، احد الاسلحه اللي موجوده عند كل مدرب، يعني عنده مدرب كاتانيتش، عنده المدرب بتروفيتش، حتى عنده المدرب المحلي كان ابراهيم بايش احد الاسلحه اللي موجوده. احنا ما نقول كل المحليين هم خوش لاعبين، ولا نقول كل المحليين هم لاعبين على مستوى عالي، لا، بس احنا نقول بانه ما نريد نخلي منتخبنا هو منتخب مغترب. هذا الشيء غلط، لانه احنا بوجود دوري محترفين، بوجود دوري منظم بشكل عالي، بوجود لاعبين على مستوى عالي، من خلالها راح نقدر نبني منتخب قوي. زي ليش ما نصير مثل تجربه افريقيا؟ يعني الان عندكم بطوله افريقيا للمحليين، نعم، وبطوله افريقيا، نعم، من تريد ترجع للمنتخبات مثل الجزائر وتونس ومثل المغرب اللي حصلت على المركز الرابع وبطوله كاس العالم الاخيره، كل لاعبينهم محترفين بالدوريات الخمسه الكبرى. نعم. زين، انت عندك لاعبين، هذا الحاله شلون؟ احنا استاذ علي، احنا هاي المعلومه، قطر ارسلت مجموعه من اللاعبين اضافه الى السعوديه للمعايشه في بعض الدوريات الاوروبيه في الدوري الاسباني وغيرها من الدوريات. احنا هذا الشيء، احنا عندنا بعض اللاعبين هم عراقيين مغتربين بالخارج، فنقدر من خلالهم نستفاد من الخبره اللي يمتازوها يعني من خلال استقطاب المنتخبات. بس احنا ما نقول اللاعب المحلي هو لاعب غير جيد هو بائس، لا، احنا اللاعب اللي محلي هو ما توفرت له الظروف اللي توفرت للاعب المغترب. يعني اللاعب المحلي شوف انت اغلبهم اللاعبين هم عايشين بظروف، عايشين بحروب، عايشين بقلق، عايشين برعب، عايشين بامور غير، يعني كل شيء. رحمه الوالدين كابتن في دول عينك،
قبل ان نكمل، شباب بالكنترول كابتن خضير جاي يقول لي انه انا جاهز من 10 دقائق، انا جاهز، اذا امكن تعيدون الاتصال بي. يلا. نعم. كابتن انت تحكي تقول انه عايشين بقلق، زين هذا اللي العقد مالته 400 مليون و300 مليون و350 مليون، هذا عايش برعب. كابتن اللي عنده نادي، نعم. اللي يوميا يسهر بنادي، واللي يوميا يشرب نرجيله، واللي يوميا يعني اني الان كابتن عبد الله انا اريد افاضل بينه وبين علي امجد، علي امجد يشرب نراجيل ويسهر، وكابتن عبد الله ملتزم، اروح اجيب كابتن عبد الله لو علي امجد. لا صح، وياك كابتن، بس هذا اللي انه اغلب اللاعبين هم عايشين بقلق. لا بالك انه كل لاعب مرتاح وكل لاعب يقدر يطلع براحته ويروح براحته، لانه هاي هم كلها مسؤوليه كلها امور، يعني من يطب الفد القهوه يحسب الف حساب، يقول لك اذا طقوا له صوره راح يصير عندي مشاكل، من نروح لفلان مكان يحسب الف حساب. هاي الامور اللي اقول لك عليها. اللاعب المغترب تلقى عنده صاله بالمنزل مالته، صاله قاعه رياضيه، تلقاه ملتزم بالتمرين. اللاعب المحلي هو لاعب مظلوم، لا بالك انه لاعب ويروح ومشهور ما اعرف شنو، بس بالعكس هو ترى اللاعب المحلي هو ابسط الخلق الموجوده. احنا جاي نلاحظ احنا يعني المغتربين هم بالعكس هم عراقيين، بس الفرق بينه هو توفرت له ظروف، والعراقي ما توفرت له ظروف مثل ما توفرت المغترب. فهاي النقطة اللي مهمة اللي لازم احنا نوضحها، بانه المغترب هو عاش بظروف وعاش بامور غير تختلف عن اللاعب العراقي اللي ما تاسس صح، ولا بوجود دوري فئات عمريه، ولا بوجود اهتمام من لا وزاره الشباب ولا من الاتحاد، ولا حتى بالتدرج بالفئات العمريه. زين كابتن اليوم شلون تشوف الموضوع يعني دور المحترفين؟ كل يومين والثالث راح تكون اكو مباراة. نعم. وهذا سبب ضغط للاعبين، وهذا ايضا ممكن يعود بالفائده لهم كتنشيط لهم. اكيد كابتن، هذا الضغط كله يولد الى ارتفاع اللياقه البدنيه والدخول في الفورمه الرياضيه. هي اهم شيء للاعب هي يكون بالفورمه الرياضيه، هي اللي هو يكون جاهز بصوره جيده من كل النواحي، يعني يكون بدنيا مهاريا ذهنيا يكون جاهز، حتى يكون من خلالها يقدر ينافس اللاعبين، يقدر يطور نفسه. احنا اذا نشاهد احنا بعض اللاعبين اللي عندنا يعني متواجدين فورمه، جسم بدنيا، اللياقه، هاي اللي موجودين عندنا. احنا ما نريد ناخذ يعني بانه اللاعبين نقول بانه لياقتهم اثرت عليهم بسبب توقف الدوري، او لياقتهم بسبب تاجيل مبارياتهم. احنا هذه كلها الامور نريد نبعدها عن الواقع، لانه كره القدم حاليا تمتاز في اللياقه البدنيه. اغلب المنتخبات تعتمد على اللياقه البدنيه في الحصول على الهجمات المرتده، وحتى في مقارنه الفرق الكبار. زين، خلينا نعود للمباراه الاولى، وبعدين خلينا نحلل المباراه الثانيه. نعم. المباراه الاولى كان يعني الشوط الاول على الرغم من تسجيل هدفين، لكن كابتن ما شفنا يعني لعب كره سلس سهل قصير، ما شفنا فريق منظم. عكس الشوط الثاني، عكس الشوط الثاني اللي دخلوا به المغتربين. نعم. هذا يعني شنو التكليف المدرب؟ احنا كابتن مثل ما تعرفوا الشوط الاول شوط اللاعبين، والشوط الثاني شوط المدربين. زين. الشوط الاول هو كان مجرد قياس النبض، مجرد التعرف على وضعيه الفريق المنافس وتحليله بين الفتره بين الشوط الاول والشوط الثاني، حتى من خلالها المدرب يقدر يوضح نقاط الضعف ونقاط القوه، حتى من خلالها يقدر يسجل اهداف اكثر، من خلالها يقدر يحافظ على النتيجه. فمثل ما تعرف انه المدرب هو احد المدربين الراقيين اللي يشتغل على النظام الالكتروني اللي يقدر من خلالها يوظف اللاعبين بشكل صحيح. واحنا لاحظنا بانه عنده نوعيه من الامتاز بها هي تدوير اللاعبين. المدرب اذا شلون تشوفه بانه هذا مدرب جيد؟ من خلال تدوير اللاعبين. انا من انصاب عندي شبه يمين ما اجي ابدل لاعب شبه يمين، اقدر من خلال اللاعبين الموجودين بالمباراه اقدر العبه بمكانه وانزل لاعب احتاجه بالمباراه بالوقت المقبل. وهذا اللي خلى اللي موجودين على الدكه هم نفس اداء اللي لعبوا اساسيين. نعم. خلى اكو تنافس بين اللاعبين الاساسي واللاعب الاحتياطي. يعني قبل احنا كنا نشاهد اللاعب الاحتياط من ينزل ليس بالمستوى المطلوب، حاليا من نشوف اللاعب الاحتياط اللي جاي ينزل جاي يقدم افضل من اللاعب الاساسي اللي هو كان نازل بالمباراه. شبابنا كابتن خضير جهز؟ يلا، مو هو جاي يعني يبعث لي رسائل يقول انه اني جاهز. يلا تمام. كابتن المباراة الثانية. نعم. المباراة الثانية خلينا نقول انه شلون صعبة علينا، يعني بملعب الخصم كنا ضاغطيهم كلش،
كلش ضاغطيهم وما نعم. تحقق الهدف الا بالثواني الاخيره مو الدقيقه الاخيره. نعم استاذ علي، احنا منتخب فيتنام من المنتخبات اللي كنا نواجهها سابقا ونواجه صعوبه. حاليا منتخب فيتنام احد المنتخبات اللي طورت قدرت تشتغل على نفسها، قدرت حتى يوجد عندها بعض اللاعبين المحترفين خارج فيتنام، فهذا الشيء ادى الى بشكل ايجابي للمنتخب الفيتنامي. اضافه الى ذلك فيتنام جاي يلعب بارضه وامام جمهوره وامام الملعب مالته اللي هو من خلاله يقدر يلعب كل المباريات، يعني لاعبينهم هم اغلبهم يلعبون على هذا الملعب. المنتخب العراقي اثر عليه مسافه السفر، مسافه الراحه، بس كان عنده دافع معنوي هو دافع الفوز على اندونيسيا. فيتنام كذلك هم فاز على الفلبين، فكان عنده دافع الصداره. المنتخب الفيتنامي كان يلعب على المرتدات، بس من خلاله قدر المنتخب العراقي يشتغل بالشكل الصحيح وضغط فيتنام، ولكن اهدار الفرص وعدم التركيز في اللمسه الاخيره ادى الى وصول المنتخب العراقي الى التعادل في الدقائق الاخيره. يعني لو كان الاستغلال بشكل صحيح والتركيز في اللمسه الاخيره لكان حصل المنتخب العراقي على مجموعه من الاهداف التي كانت تؤهله وبشكل بسيط وتكون مرتاحه في تسجيل الاهداف. نعم. يعني تقصد انه لو تم الاستغلال الفرص اللي ضاعت بشكل صحيح. لكن كابتن انت عندك عقم هجومي. اكيد احنا عندك ضعف هجومي كبير جدا. نعم احنا نشاهد احنا المباراة الاولى احنا نقول يعني المهاجم هو ما سجل، احنا 3 مهاجم، عندنا 4 مهاجمين، عندنا باشق عبد الله هو اللي ما سجل لانه ما نزل الملعب المباراة الاولى، عندنا مهند علي ما سجل بالمباراة الاولى لانه ما نزل، ايمن حسين كان حاضر ايضا ما سجل اهداف، علي الحمادي مجرد سجل هدف واحد. اما المباراة الثانية فاحنا نشاهد احنا نزل 4 المهاجمين لعبوا، مجرد مهند علي البديل اللي هو نجح سجل في الدقيقة 96 وثانيتين. نعم. بالنسبة لأداء أيمن حسين عليه علامة استفهام. أيمن حسين أحد اللاعبين اللي الركائز الأساسية اللي يعتمد عليها كل مدرب، بس مثل ما تعرف أنت حاليا اللي هو أفضل السيئين الموجودين بالأندية. يعني إذا تلاحظ أنا مدرب منتخب عراقي أريد أختار فد لاعب موجود بالدوري العراقي، أروح أنا على الأندية اللي موجودة بالمقدمة، مثلا الزوراء، الجوية، الشرطة، الطلبة، الأندية الموجودة بالمقدمة. نعم. من خلالها اقدر اختار لاعبين. زين اذا انت الشاهد بانهم الزوراء ما عندهم يعني او المهاجم مالتهم هو مغترب او محترف، زين بتروح انت للطلبه المهاجم مالتهم محترف او مهاجم ايضا اللي يسجل اهداف، تروح للشرطه ايضا نفس. بس كابتن ليش مكلبين بايمن حسين؟ شنو البديل؟ البديل منو البديل؟ ليش البديل؟ ليش عندك بدلاء هوايه؟ ما كل بديل. عندك لعب علي الحمادي لعبه بغير مركزه، هو كان المفترض يلعب مكان ايمن حسين. عندك ميمي اللي الان اعتقد انه راح يكون هو جزء لا يتجزا من التشكيله الاساسيه. احنا نتمنى من الله بانه ميمي او اي لاعب ما يتعرض للاصابه، لانه تعرف هذه الاصابه تعرض المنتخب لارباك كبير، وخاصه المدرب، لانه الان من ابني فد فريق او ابني اساسيات بانه احط كذا لاعب للشوط الثاني البديل ناجح، فانا اذا تعرض عندي لاعب او صار عندي لاعب خلل في التشكيله الاساسيه راح تولد عندي مشاكل كبيره في الاصابه. بس قلت لك ايمن حسين هو احد اللاعبين اللي كانوا هدافين بس حاليا لم يحالفه الحظ، واحنا نتمنى منه يراجع مستواه ويراجع نفسه حتى يكون قدوه يقتدى به من بعض اللاعبين امثال ابراهيم بايش اللي كان مستواه جدا سيء وقدر من يطور نفسه وقدر يرجع الى مستواه الحقيقي. الى مستواه الحقيقي. نعم. بالنسبه لباقي اللاعبين الان عندك مصاب امجد عطوان. نعم. وعندك انت بعض اللاعبين اللي متواجدين الان عندك بالنسبه لخط الدفاع. نعم. خط الدفاع كابتن اشوف انه اكو خلل بالموضوع، على الرغم من انه وجود خيره اللاعبين، يعني عندك علي عدنان رجع الى مستواه الطبيعي، يعني احنا نشاهد حسين علي. نعم. عندك اللاعبين المتبقين. نعم. احنا نشاهد اغلب اللاعبين الموجودين حاليا بالمنتخب هم لاعبين شباب، يعني نتمنى من عندهم الى مستويات كبيره، ويعني ما اقول لك الاغلبيه بس الكل، بس اقول لك الاغلبيه بانه باعمار حقيقيه الاغلبيه وليس الكل. فهذا الشيء يفيدنا بالشكل الايجابي، يعني نقدر نبني عليهم الى 6 سنوات الى 8 سنوات. تمام. يعني تشوف من قطر واجهت منتخبات قويه، غلبت اليابان، غلبت كذا منتخب، غلبت كذا منتخب، السعوديه اللي تغلبت على الارجنتين في كاس العالم، وبالاخير الارجنتين هي اخذت كاس العالم. كابتن ارجع لك كابتن خضير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا حبيبي؟
الو. شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يعزك، تحيه لحضرتك. شباب شويه الصوت علوا لنا اياه اذا امكن بالاستوديو. طبعا اليوم احنا اخذنا تعدينا هواي على وقتك، بس شو نسوي يعني مشكله تقنيه جدا، اسفين. ولا يهمك ولا يهمك، ربي يحفظك. كابتن خضير، شلون تشوف اداء المنتخب بمباراه اندونيسيا، وايضا المباراه الثانيه مباراه منتخب فيتنام؟ يعني كان اداء اعتقد انه على الرغم من النتيجه الثانيه نتيجه منتخبنا مع فيتنام، لكن كان ادائهم افضل من اداء المباراه الاولى. يعني انت شلون تحلل هذا الموضوع؟ طبعا هي كل مباراه ظروفها، يعني مباراه اندونيسيا تختلف اختلاف كبير عن مباراه فيتنام. احنا مباراه اندونيسيا لعبنا على ارضنا وبين جمهورنا، وكان العامل النفسي لصالح لاعبينا، يعني لاعبينا كانوا مشحونين شحن يعني معنوي عالي بسبب جمهور البصره اللي نوجه لهم التحيه. لذلك يعني لاعبينا لعبوا باستقرار نفسي، ولعبوا خاصة بعد ما مرت الربع ساعة الأولى أمام إندونيسيا والمنتخب العراقي مسيطر سيطرة تامة ومستحوذ على الكرة ويهجم ويحصل فرص. هذا الأمر خلى يعني استقرار نفسي عند اللاعبين وخلاهم يمتلكون الثقة، ولذلك يعني كانوا أكثر تركيز في مباراة إندونيسيا. في مباراة فيتنام الوضع شويه مختلف عن وظروف المباراه مختلفه عن ظروف مباراه اندونيسيا. احنا نلعب بارض الخصم، المنافس الفريق المنافس عنده جمهور كان يتفاعل مع كل كره. الفريق الفيتنامي اعلى مستوى من الفريق الاندونيسي، اللي اثر على يعني مجمل اداء منتخبنا الحركه بدون كره للفريق الفيتنامي. الفريق الفيتنامي معد اعداد جيد، والميزه اللي بيه اللي هي السرعه. استغل السرعه حتى في العامل الدفاعي. كان المنتخب الفيتنامي يتحرك بدون كره بشكل سريع وايجابي، بحيث قلل المسافات على لاعبينا في الثلث الهجومي. يعني كان كل لاعب من منتخبنا يمسك كره يلاقي امامه 3 لاعبين من المنتخب الفيتنامي. هذا نتيجه ديناميكيه الفريق الفيتنامي وحسن انتشاره. هذا العامل اثر على احنا حصلنا فرص اقل في مباراه فيتنام. صحيح ضيعنا هاي الفرص، لكن كانت اقل من الفرص اللي حصلناها مع اندونيسيا. اضافه للعامل اللي قال عليه الكابتن عبد الله شهاب، اللي اوجه له التحيه، نسيت احيي بالبدايه. الله يخليك. اجمل تحيه للكابتن القدير عبد الله شهاب. قال انه كان منتخبنا تنقص اللمسه الاخيره، وهذا فعلا هذا حصل بسبب استعجال لاعبينا. انا اشوف كان لاعبينا مستعجلين ان يسجلون هدف ويطمئنون باللعبه. هذا الاستعجال خلاهم يعني ما يركزون باللمسه الاخيره، وضاعت فرص على ايمن وعلى علي جاسم وعلى علي الحمادي، فرص كان ممكن نستغلها ونسجل هدف يعني في وقت يطمنا اكثر. لكن هذا ما حصل نتيجه الاستعجال، ونتيجه انه الكل كان يحب يسجل اسمه في هذه المباراه، فضاعت علينا فرص مهمه. لكن الحمد لله ميمي مهند يعني عوض بهدف جميل جدا يبقى بذاكره الاجيال. اي بس كابتن اللي لاحظناه انه بالمباراتين يعني كان الشوط الثاني هو نقطة التحول مع دخول، يعني والله كابتن قسما بالله الان هسه كابتن عبد الله او اي واحد ممكن يسمع كلامي يقول يابا انتم ممكن ضد المحليين مع المغتربين، لكن والله العظيم قلنا احنا ونقول وراح نبقى كل حلقات البرنامج نقوله انه ما عندنا تفرقه ولا 1%. احنا هدفنا انه نبني منتخب قوي. لكن يا كابتن اللي شفناه انه مع دخول المغتربين بالشوط الثاني بعد الدقيقه 60 هو هذا اللي احدث التحول بالمباريات. يعني تم تسجيل 3 أهداف بالمباراه الاولى،
وبالمباراة الثانية تسجيل الهدف بالدقيقة 96. كلامك صحيح استاذ علي، فعلا يعني بالمباراة الأولى بعد ما نزل يوسف الأمين وصار عندنا أجنحة يوسف الأمين وعلي جاسم زين. وبوجود علي الحمادي أيضا نزل مع يوسف الأمين، صحيح شكلوا فارق في المباراة الثانية في مباراة اندونيسيا وقدرنا نسجل 3 أهداف. احنا الآن العمود الفقري لمنتخبنا تقريبا قام صار يتشكل من المحترفين، ولهذا يعني شكل اداء المحترفين اللي متعودين على اسلوب لعب معين ومتاسسين صح. المحترفين قل ما يلعبون كرات طائشه، قل ما يلعبون كرات طويله. المحترف حتى من يصير على الجناح ما يحول كره عشوائيه، لا يحاول يدخل في منطقه في البوكس، والا يشوف زميل فارغ يلا يعطي. كل هذا يعني ضاف لمنتخبنا اداء لعب حديث ولعب ايجابي. زين. الان احنا يعني يوسف الامين وعلي الحمادي واسامه رشيد. اسامه كان مايسترو رائع في مباراه فيتنام وحتى في المباراه الاولى، وكان يعني ينقل لعب، يعني هو العامل الاول او الشخص اللاعب الاول اللي تنتقل من عنده الهجمه. زين كابتن خضير، خل اقاطعك شويه. لو انت كنت مكان كاساس وعندك هسه اتركنا من هذه المباريات اللي الان الحمد لله احنا جمعنا 6 نقاط من عندها، وراح احنا نروح للشهر الثالث بالسنه المقبله ان شاء الله، اذا الله خلانا من السنه المقبله ان شاء الله من عواتها. لكن لو كنت انت مكان مدرب كاساس وجايتك مباريات مع نفس الفرق، ما عدا فقط ممكن يضاف لها اليابان، باي مهاجم راح تلعب؟ باللي شفته انت عندك الان ايمن حسين، عندك ميمي، عندك علي الحمادي، عندك باشنج. والله يعني هو يعني في كل مره يكون لاعب جاهز، لكن يعني انا اشوف ميمي اذا بقى مستواه هذا يعني طبعا احييه، والحمد لله انه رجع بهالسرعه هاي، رجع لنسبه كبيره من مستواه. اشوف مهند علي افرض من ايمن، لانه يعني مهاجم حرك وسريع ويعرف يتمركز ويجيد على العاب الهواء. يعني تقريبا انا اقدمه على المهاجمين البقيه. وعندنا باشنج، يعني احنا نحتاج الى مهاجم. انا اشوف بعد مهند باشنج ما تجرب هوايه، لكن باشنج عنده يعني بناء بدني يصلح كمهاجم، يعني مهم في العمق الدفاعي، يعني يربك العمق الدفاعي بقوته الجسمانيه، وحتى هو كان عامل مهم في صناعه الهدف اللي سجله ميمي. ولكن تبقى الخيارات للمدرب. احنا يعني انا كصحفي ما يصير يعني اصير بمكان المدرب، لكن احتراما لوجهه نظرك ومن خلال اللي شفناه من خلال المباريات، احنا مثل ما اشكلتوا انتم ايمن، يعني ما اعرف ليش مستواه مو بالفورمه مثل ما جانسون حط له فرص ما يعني خاصه. هو شو صار بالفورمه على مود يدخل بالفورمه يا كابتن؟ يعني قصدي مو في يومه، يعني جته فرصه امام فيتنام ممكن تصير هدف محقق لو ضارب بشكل اقوى، ضربها يعني ضربه ضعيفه ما اعرف. لكن احنا مو هذا، يعني مو بهذا الامر انه تهتز ثقتنا بايمن. لا، ايمن يبقى ثروه وطنيه ومهاجم الى مستقبل، وان شاء الله يثبت وجوده في المباريات كابتن غير يثبت وجوده، غير اريد يثبت وجوده حتى لا يتعرض الى انتقاد. يعني الى الان عندنا مشكله بالهجوم، خلينا نحترف انه احنا الاعتراف بالذنب فضيله، انه عندنا مشكله بخط الهجوم وبخط الدفاع يجب ان نتداركها. وعندنا الوسط ايضا، يعني خلينا نقول من بعد نشأة اكرم اشوف انه ايضا حتى الوسط بمشاكل. استاذ علي، مشكلتنا بالهجوم ليس باللاعبين،
مهاجمينا اربعتهم جيدين للامانه، وما نفتب عضدهم ولا لا. مشكلتنا بالاسلوب والتكتيك. احنا 90% من المباريات اللي لعبها كاساس لعبها بمهاجم واحد، والمهاجم الواحد يعني مع وجود يعني ما ننكر انه عندنا لاعبين يعني خلف المهاجم مواصفات هجوميه، مرات بشار وعلي، مرات بشار وعلي جاسم، مرات بشار ويوسف الامين مثلا، او بايش. لكن هذا ما يكفي. احنا نحتاج الى كثافه هجوميه، نحتاج الى تكتيك يوفر لنا كثافه هجوميه. يعني انا اشوف منتخبنا من يلعب 4-4-2 افضل من 4-5-1، يعني يوفر كثافه هجوميه في البوكس في منطقه الجزاء يعني بالشكل افضل. هنا من يصير كثافه هجوميه تقريبا نحل نص المشكله. يعني ما عندنا مشكله بالافراد، عندنا مشكله انا اشوف بالتكتيك وبالاسلوب. ما ادري اذا يتفق وياي المدرب عبد الله. تمام. كابتن عبد الله، احنا راح ندخل بطولة آسيا. قد يكون اكو هناك بطولة لكأس العرب. نعم. يعني قد تكون او لا تكون. بعد لكن بالمحصلة النهائية احنا شهر الواحد من بعد شهر ونص او شهرين، اقل من شهرين، احنا راح ندخل كأس آسيا. تعتقد انه هذه التشكيلة اللي دخل بها الكابتن كاساس نفسها راح تكون ببطولة آسيا، لو ممكن انه يطعمها ببعض اللاعبين اللي غابوا لاسباب ممكن مصابين؟ والله كابتن، انا مثل ما ذكرت لك انه هو حاليا خلى 50 لاعب جاهز جوا من خلال الاستدعاءات، كل معسكر استدعى مجموعه من اللاعبين. جيد. فهذا المدرب كان عنده رؤيه كافيه عن اللاعبين، يعني من خلال حتى قلت لك استدعى حتى على عباس المحترف حاليا في الدوري الايراني، هم استدعاه وهم شافه بمعسكر وخلاه من ضمن الحسابات، حسابا انه عنده مجموعه من اللاعبين، من يصاب لاعب عنده البديل انه هو جاهز. فاكيد راح تشاهد تغييرات جديده، تشاهد بس من ضمن الاسماء اللي كان مستدعيها، يعني جوز احمد فرحان راح نشاهده. احمد فرحان من احد اللاعبين اللي موهوبين اللي يمتازون بالمهاره العاليه، مثل ما شاهدناه بالبطوله العربيه، عفوا ابطال اسيا اللي ضد الانديه السعوديه اللي صارت مع نادي الشرطه. عندنا امجد عطوان احد اللاعبين المهمين في خط الوسط، عندنا زيدان الغبال، عندنا مجموعه من اللاعبين راح نشاهدهم تغييرا في التشكيله الموجوده في كاس اسيا. نعم. بالنسبه للمنتخبات شلون تشوفوا، شلون تشوف حظوظنا والله كاس اسيا احنا اكيد يعني 100% احنا راح نعبر دور المجموعات. اما تبقى احنا 2007 احنا اذا اخذناها احنا تشوف ما واجهنا ذيك المنتخبات القويه اللي كانت منتخبات يعني قويه من يعني بحيلها. انت واجهت يعني مجرد كوريا الجنوبيه وتغلبت عليها بجزاءات، وواجهت بالسعوديه. احنا دائما كل ما تواجه منتخب عربي تكون عندك طموح اكبر للفوز من تواجه منتخب من شرق مثلا. بس كابتن البارحه اللي شفته مباراه ايران واوزبكستان اللي انتهت 2-2، والله شفت اداء عالمي. يعني لو بهذا ادائنا، اداء المنتخب، لو لعبوا ويانا لا كارثه، تصير كارثه اكيد، يصير كارثه، لانه منتخب ايران احد المنتخبات القويه اللي ندوريهم قوي، لانه لاحظ اغلب اللاعبين محترفين بالخارج، لاعبيهم المانيا وبانجلترا. نعم. هذا طبعا هذا يعود بالفائده للمنتخب الايراني. يعني انت شوف المهاجم مالتهم هو احد المهاجمين اللي الهدافين في الدوري الاوروبي، فتشوف اكيد منتخب ايران يكون منتخب قوي، يكون منتخب مدجج بالنجوم، فهذا الشيء يعود الى المنتخب بالشكل الايجابي من خلال يواجه المنتخبات العربيه. احنا اللاعبين اللي موجودين حاليا بالعراق نتمنى منهم يطورون نفسهم ويقدرون يواجهون المنتخبات القويه. احنا واجهنا منتخبات قويه بمباريات وديه، بس ما كان الدافع المعنوي هو دافع بطوله. ان شاء الله نواجههم في كاس العالم بحسب التصنيف الجديد اللي اقر الاتحاد بانه تاهل 48 منتخب لكاس العالم. فهذا اكيد يعني هذا يعني نعم. 8 مقاعد ونص. نعم 8 مقاعد ونص، يعني على المستوى المتوسط اللي كان العام في التصفيات. يعني لو باقيين بنفس المستواهم كان صعدنا، لانه احنا كنا مركز ثالث. فيعني لو بنفس المستوى هم كان صعدنا، فان شاء الله نامل بانه نكون نصعد في هذا كاس العالم المقبله، انه نمتلك عناصر جيده، عناصر شبابيه طموحه، مدرب جيد، اتحاد وفر كل شيء، وزاره الشباب دعمت، لعبنا بارضنا، وان شاء الله توفيق من الله. ان شاء الله. كابتن خضير، نعم،
اسيا لم تعد، جميع فرق اسيا لم تعد ضعيفه، يعني ممكن تلعب مع اندونيسيا وباقي الفرق، الفلبين وفيتنام وباقي الفرق ممكن تتعادل، ممكن تخسر. والدليل على هذا انه البارحه شاهدنا يعني فرق عربيه، مثلا عندك منتخب فلسطين البارحه احرج المنتخب الاسترالي باستراليا، واستطاع المنتخب الاسترالي ان يفوز عليه 1-0 بشق الانفس. هذا واحد. اللي لاحظناه بمنتخبنا يعني عندك لاعبين موجودين شباب يافعين مثل علي جاسم، مثل الامين، مثل عندك يعني بعض اللاعبين اللي هم صغار السن، اللي هم يعني من 20 وجوه، تشوف انه والله افرحونا بادائهم. مو المفترض انه السيد كاساس يفكر بمنتخب فتي مع تطعيمهم ببعض اللاعبين اللي هم من اعمار اللي ممكن 26 25 لحين انتهاء بطولة آسيا؟ احنا يعني لازم نفكر مرحليا، عندنا مرحلتين، عندنا بطولة العرب مثل ما قلت وبطولة آسيا، ذني قريبات. زين. يعني ذني في بداية السنة الجاية، ذني ممكن ان نستعين، يعني هاي البطولتين ممكن نستعين بلاعبين الخبرة. لاعبين الخبرة مهمين في الفريق، واحنا شفناهم حتى في المباراتين مع اندونيسيا ومع فيتنام. يعني لاعبين الخبرة كان لهم يعني اثر جيد جدا في اداء منتخبنا، سواء علي عدنان او ريبين سولاقة، يعني ابراهيم بايش، اي ذول اللاعبين اللي اعمارهم اكثر من 22 23 كانوا يعني كلش مفيدين في هاي المرحله، لا باس ان نستخدمهم. لكن اذا فكرنا لمرحله ابعد، كاس العالم 2026، لا فعلا مثل ما تقول انت لازم من الان ان نفكر في لاعبين الشباب، خاصه عندنا بالعمق الدفاعي. خاصه اليوم مثلا عندنا احنا بالعمق الدفاعي بس علي عدنان وريبين سولاقة ومناف يونس، نوبات يغيب نوبات يلعب. عندنا نوبات نستخدم واحد من الدفاعي مثل ما فرانس مطرس استخدمناه مره بالعمق الدفاعي. انا اشوف يعني الان موجود مثلا زي التحسين في العمق الدفاعي، لاعب بالاولمبي، لاعب جيد ولاعب شاب ممكن يفيدنا بكاس العالم 2026. وهكذا مثل ما قلت، مثل ما ذكرت اسماء الشباب البقيه، علي جاسم ويوسف الامين، وحتى علي حيدر الموجود بالمنتخب الاولمبي اللاعب الشاب. عندك علي الموسوي موجود بالمنتخب الاولمبي، لاعب ممتاز يلعب على الجناح، هذا ذا نضج. الاسكندر اوراها لاعب ممتاز بالوسط، ويعني صانع العاب جيد جدا، يعني ممكن ان ياخذ دور صانع الالعاب كلاعب شاب. ذولا، وانا يعني احنا نعرف انه ذولا موجودين في مفكره كاساس، لكن ما اخذوا الفرصه في هذه المباراتين. مو مشكله اذا احنا في بطوله اسيا يعني استعيننا بلاعبين الخبره، حتى لو نستخدم هسه حتى لو نستدعي سعد عبد الامير اللي يبدا يتالق بالجويه ونستخدم بطوله اسيا القريبه، مو مشكله. لكن اذا يعني فكرنا لكأس العالم 2026، لا، نقطتك اللي أشرت لها نقطة مهمة جدا، أنه لازم نعطي مبكرا فرصة للاعبين الشباب أنه تثبت أقدامهم بالمنتخب حتى نقدر يعني ننافس بهم كأس العالم. بالتالي يعني أنت هدفك الوصول إلى كأس العالم، يعني سيد كاساس هو غير مطالب ب يعني أي نتيجة، ممكن مطالب بأداء جيد ببطولة آسيا. نعم، هو مقدما قبل ما نخوض التصفيات قال اني يعني ما اعدكم بشيء، لكن بعد ما فزنا على اندونيسيا وبعد ما فزنا على فيتنام قال اني حظوظ يعني تاهلنا لكاس العالم حظوظ كبيره، وزادت ثقته باللاعبين، وهذا عامل جيد. وانا اشوف كاساس دي يعمل يعني بشكل جيد، وفاهم المراحل اللي يمر بها المنتخب، وقادر ان شاء الله يعني يوفر لاعبين جيدين لكل مرحله.
وهو دا يراقب حتى ذولا خارج هاي قائمه ال50 دا يراقب لاعبين يعني محترفين ومحليين بشكل جيد. تمام. كابتن عبد الله، يعني كابتن الخضير تحدث عن انه يجب الاستعانه بلاعبين صغار مع الاخذ بنظر الاعتبار تطعيمهم بعض اللاعبين الخبره. يعني اللي لاحظناه انه عدد او كم هائل من اللاعبين موجودين بالمنتخب الاولمبي، مثل الكسندر اوراها، نعم، مثل علي الموسوي، ولاعبين جيدين. نعم. السيد راضي شنيش المدرب المنتخب الاولمبي هو جهز اللاعبين، ومن خلالها الكابتن عباس عبيد وجه تحيه. ايضا كان يعمل بالمدرب الاولمبي بالمنتخب الاولمبي، قدر من خلالها يبنون فريق مجموعه من اللاعبين الشباب الذين يمتازون بمهاره عاليه وبلياقه بدنيه عاليه. فهذا المنتخب هو منتخب يكون ضمن المنتخب الاول. يعني السيد راضي شنيش في تصريح سابق قال بانه اني الفريق هذا اجهزه للمدرب كاساس، يعني تحت امره كاساس هذا الفريق بالبطولات الرسميه. اكيد. فهذا الفريق هو اكيد راح يكون داعم، ويكون احنا نشاهد مجموعه من اللاعبين من المنتخب الاولمبي راح يشوفوا مشاهدهم في بطوله كاس اسيا. يعني اذا احنا نلاحظ تحيه للاخ احمد الشافعي دز رساله قال عندنا مهاجم اسمه حسين لاوندي. قال احد المهاجمين الشباب اللي لازم ياخذون فرصتهم بالمنتخب الوطني. فيعني احد المهاجم شاب مبدع فنان بالتسجيل. والله شوف اقول لك بشغله، يعني كلمه الحق تقال. رجل السيد كاساس يعني اعتقد انه ما راح يظلم احد، باعتبار انه الرجل قال اي تدخل بعملي وبعمليه اختيار اللاعبين انا راح اغادر. اكيد. وبالتالي احنا نحتاج الى منتخب قوي. يعني انت اغلب منتخبات اوروبا الان 17 16 سنه 18 اقوى، لا او يعني اقوى عمر بيهم ممكن العمر 22 23 يعني. نعم، كماكسيمم. صحيح. هذا الشيء يعود بالشكل الايجابي للمنتخب العراقي. احنا هاي فتره مجرد فتره تحتاج الى كم لاعب خبره، مثل ما احنا شاهدنا علي عدنان في فتره من الفترات كان بمستوى جدا سيء، فانتقدوا الجمهور واستبعد عن المنتخب. بس كان العود مالته كان بمستوى يختلف، بمركز يختلف، باسلوب يختلف. انت تشاهد علي عدنان السابق وعلي عدنان الحالي اكو فرق كبير حاليا. فرق طبعا. نعم. فالتشاهد شوف علي عدنان حاليا موقف المنتخب. علي عدنان يوجه اللاعبين، علي عدنان يلعب بشكل صحيح عكس ما كان سابق. كان يعني علي عدنان سبب هواي مشاكل. كثير من اللاعبين يعني حتى نوجه الانتقاد للحارس جلال حسن من اطلاق هدف من الاندونيسيه بالبصره، هدف يعني بشكل بسيط. يعني احنا لازم هم نكون عندنا محمد حميد احد الحراس اللي موجود، لازم يكون موجود بالمنتخب. اعطي فرصه لفهد الطالب، انطي فرصه للاعب الحارس احمد باسل، لانه احنا جميع اللاعبين الموجودين بالمنتخب هم لاعبين يمتازون بجميع المواصفات اللي يمكن من خلالها يشاركون بالمباراه. نعم. وتعتقد انه التشكيله ممكن يعني كتشكيله ممكن يضاف اليها من لاعبين الاولمبي؟ اكيد نشاهد هذا في كاس اسيا. راح نشاهد ان مجموعه من اللاعبين اللي بالمنتخب الاولمبي راح يضافون الى المنتخب الاول، وخاصه المغتربين، لانه المغتربين جميعهم يمتازون بالمهاره العاليه ويمتازون بالانضباط العالي وحضورهم. يعني ولا ماكو لاعب يجي من الخارج من اوروبا يسافر على مود يحضر مباراتين وثلاثه ويروح. برغم النتائج، يعني السيد راضي شنيشي اليوم عنده مباراه مع كوت ديفوار خسر 4-0، بس برغم الاداء وبرغم النتيجه كانوا لاعبين على مستوى عالي، قدروا يواجهون كوت ديفوار بشكل صحيح، يهجمون على كوت ديفوار، وكذلك تغلبوا على منتخب امريكا. عندنا لاعبين جيدين امثال بلند حسن، امثال الكسندر اوراخو العفو، علي الموسوي احد اللاعبين المهمين الذي يعني يكون يعمل على الجوانب. يعني اللاعب كلش راقي، يعني حقيقه شهادته في البصره، يعني لاعب كلش راقي، لاعب مهاري. نعم. كابتن خضير، والله يحز بنفسنا انه واحد يتحدث عن منتخبك بهذا الكلام. قبل حلقتين او ثلاثه كان معاي الكابتن حيدر ابو عجن، نوجه له التحيه، تحدث عن انه دائما استعدادات منتخباتنا الوطنيه وتحقيق الانجازات تجي عن طريق الصدفه، ما تجي عن طريق التخطيط السليم والوصول الى المراد. يعني شلون تشوف تصريحه؟ هل تصريح ممكن يمثل الواقع بصله؟
يعني شلون تصريحه شو يقول يقول انه دائما استعداداتنا هسه مثلا منتخب اليابان والمنتخبات الاخرى ممكن ما يغير مدرب منا لست سبع سنوات، يبقى على نفس المدرسه على نفس الفكر باعداد منتخب بعيدا عن التزوير الى ان يوصل بهم. يقول لكن منتخبنا دائما استعداداته وفوزه وتحقيق الانجازات تكون بالصدفه وتكون بدعاء العراقيين. يعني شلون تشوف هذا انا اشوف هذا الكلام يصح قبل مرحله كاساس. زين. يعني وقبل ما اجاوب على سؤالك اريد اعقب على الحديث اللي صار قبل السؤال حضرتك واستاذ عبد الله. انا اقول بالنسبه للمحترفين لو جايبين اي مدرب محلي يعني في هاي المرحله كان كثير من المحترفين او اللي يسموهم مغتربين كان ما موجودين الان بالمنتخب. زين. لكن وجود كاساس يعني مثل ما قلت انت استاذ علي انه يرفض التدخل في عمله، نشوف احنا جنينا ثمرات وجود العديد من المحترفين اللي اثروا بشكل ايجابي على اداء منتخبنا. هاي نقطه. وبالنسبه لسؤالك صحيح، يعني احنا بالمرحله السابقه والاتحادات السابقه مع احترامنا ما عدا المرحله اللي اشتغل بها حسين سعيد، بوقت حسين سعيد صار مثل ما قال ابو عجه، يعني اخذنا منتخب من الشباب تحت يعني تحت قياده عدنان حمد لما وصلنا به الاولمبي واشتركنا به ببطوله اثينا ولما صعدنا به وسوينا منتخب اول وجنينا ثماره بال 2007 بكاس اسيا. هاي الطريقه اللي دي يشير لها الكابتن ابو عجه فعلا صحيحه ومثمره، وهو هذا التخطيط الصحيح واللي سوته هواي دول. شنو اللي يراد لنا كمنتخب تحت قياده كاساس ورجل من مدرسه اسبانيه اللي هي تعتمد على اللعب القصير وعلى المهاره الفرديه؟ يعني اللي لاحظنا انه تغير باداء المنتخب من مباراه الى اخرى، واللي لاحظناه مثل ما قلت لي كابتن انه التشكيله الاساسيه نفس الاحتياطي، يعني من ينزل الاحتياطي يكون نفس اللاعب اللي كان بالتشكيله الاساسيه، وهذا اللي خلانا نفكر انه المنتخب بده يتطور. هو هذا اللي بدنا نقوله استاذ علي، انه احنا في هذه المرحله مع كاساس يعني بدينا نشتغل صح. حطينا اللبنه الاولى مثل ما نقول، يعني شلون انا امثلها مثل مرحله ماكلين من اجانا بالسبعينات نهايه السبعينات وسوى منتخب مغاير جدا عن المنتخب اللي كان موجود. جاب صباح عبد الجليل وجاب حساني علوان وجاب محمد طبره وجاب كاظم وعل وجاب جاب اسماء جديده على المنتخب يعني ما كانت تاخذ فرصتها. حتى سئلوه قالوا له هذول اللاعبين كانوا موجودين بالانديه بس ما حد يسحبهم، قال لهم لا انا اريد منتخب خط الوسط ماله كله لاعبين طوال القامه وكذا، ونجح وسوى ونقل كرتنا نقله، يعني اكو تطور نسبي واكو نقله. بزمن ماكلين الكره العراقيه انتقلت نقله مهمه للامام. الان احنا في زمن كاساس انا اشوفه ايضا راح يسوي نقله كاساس. احنا ترى منتخبنا قبل كاساس وبفتره يعني الفتره اللي قال عليها ابو عجه نفوز بالصدفه وكل يوم مشكلين فريق شكل وحالي وهذا وجربنا اللاعب وكذا، وصلنا للتسلسل 120 عالميا، يعني كان تسلسلنا متدهور. الان احنا بعد مباراتين في تصفيات كاس العالم تسلسلنا صار 63 ترى بالتصنيف الجديد هسه. احنا ان شاء الله هاي انا اشوف مرحله كاساس لبنه اولى او خطوه اولى نحو نقله نوعيه في تاريخ الكره العراقيه. احنا الان انفتح امامنا، انا حكى هذا الحكي قديم واعيد الان، احنا انفتح امامنا فرصه مهمه انه لقينا لاعبين محترفين بالدوريات الاوروبيه متاسسين صح وعندهم خبره جيده ومحتكين بفرق اوروبيه وكذا. احنا اجى مدرب شجاع سحبهم بشجاعه ولعبهم رغم اعمارهم الصغيره. هذا كل شيء مفيد للكره العراقيه. واعيد كلامي انه لو احنا جايبين هسه مدرب محلي مع احترامي لكل المدربين المحليين
كان نص هذول العدد او اكثر من نصفهم ما يلعبون بالمنتخب. اي والله. لاسباب او لاخرى. اي والله. فاحنا تقول لي ايش ناقصنا؟ انا اقول لك لا، ان شاء الله بدينا نسد النواقص، بدينا نحط رجلنا على الطريق الصحيح، وبقت شنو؟ انه نسند كاسات، نسند الاتحاد الحالي رغم انه لا يخلو من الشوائب، لكن ايضا نسند مسيرته طالما دا يسوي دوري محترفين. ان شاء الله بعد فتره موسمين نشوف دوري المحترفين يتطور ويعطينا لاعبين افضل للمنتخب، يعني ومع كاساس نستمر ونبني تجربتنا عليه، ونبني تجربتنا على رجالنا الموجودين الان، علي جاسم، يوسف الامين، علي الحمادي، الكسندر وراها، العماري، اسامه رشيد، كلهم لاعبين بعد بيهم لعب كثير، بعد عندهم تمام سنوات طويله ان شاء الله. ان شاء الله وغيرهم يجون ونكتشف لاعبين اخرين في الدوريات وفي فرقنا المحليه ان شاء الله. تمام. ارجع لك بسؤال اخير حتى نختم الحلقه. كابتن عبد الله، كل الفرق يعني من ضمن الشروط اللي تم التعاقد مع لا ليغا تطوير الفئات العمريه، لكن الانديه لا زالت الى الان متخبطه بهذا الموضوع، ما موجود اي دوري منظم، فقط يعني ممكن دوري الشباب او لاكو دوري رديف يعني منظم، لا عندك دوري ناشئين اشبال. اضافه الى ذلك انه عماد الانديه والمنتخبات الوطنيه هو من الدوريات اللي سواء كانت الانديه او حتى الاكاديميات او حتى الفرق الشعبيه. نعم، الدور الفئات العمريه هو اهم المتنفس الوحيد للمواهب، الدور الفئات العمريه هو المتنفس الوحيد للمواهب، يعني اذا انا عندي موهبه شو وقت اكتشف هالموهبه، شو وقت اقدر انميها، شو وقت اقدر اطورها. الدور الفئات العمريه موجود، بس شنو؟ بس مهمل، لا يوجد نقل اعلامي، لا يوجد اهتمام، لا يوجد حتى يعني دعم مادي او دعم معنوي. يعني تصور الدوري الفئات العمريه اختتم قبل فتره، دور الاشبال اخذ نادي الطلبه، اشبال نادي الطلبه، بس ما شفنا الفد الاهتمام او الاعلام او كان حضور، يعني مجرد مباراه عاديه بين فريقين، حتى الفريق الفايز ما يكرموه بصوره لا. نعم صحيح، فما حصلت ذاك الاهتمام الكبير. المفروض هذا الطفل او الشبل الصغيروني من ادعمه ومن اسنده ومن يكون رئيس الاتحاد حاضر، راح يكون عنده دافع معنوي تقديم مزيد من المستوى حتى يتدرج. اكيد يتدرج بالنادي. شاهد دوري الناشئين كذلك هم موجود، وحصل على نادي الشرطه حصل على اللقب، بس احنا حصل نادي الشرطه على اللقب، بس ايضا ما شفنا احنا نادي الشرطه الخط الاول فتوقع لاعبين او راح اللاعبين بشكل صحيح. يعني نادي الشرطه، نادي ناشئين نادي الشرطه يمتلكون مدرب على مستوى عالي اللي هو اسمه علي محمد، كابتن علي محمد، يمتلكون احد المهاجمين المبدعين، ونشاهده بالسنوات المقبله، اسمه مؤمل علي، المهم ذكر نكرت نسيت اسمه، بس الله شاهد لاعب يعني كلش لاعب. فهذا اللاعب يعني المفروض نادي الشرطه يحافظ عليه، يوقع على الاقل 5 مواسم بقيه يتمرن مع الخط الاول حتى اضمن هذا الموهبه تكون من نصيبي. يعني هذا الموهبه تدرج بنادي الشرطه من اشبال من ناشئين، راح ينتقل الى غير نادي، لان نادي الشرطه ما راده ما وقعه، ينتقل الى نادي القوه الجويه او نادي الزوراء، راح يوقع 5 سنوات يقدر من خلاله يقدر يبيعه. اغلب الفرق الان تريد لاعب جاهز، وهذا اثر على اداء المنتخب الوطني واثر على حتى تشكيله المنتخب الوطني على من خلينا نقول من 2007 والى الان. نعم اللاعب اسمه علي اكبر طاهر، ابن الاستاذ طاهر. احنا الوحيد نادي الكرخ هو اللاعب اللي ياخذ لاعبين شباب ومن خلاله نقدر يطور عليهم باشراف المدرب احمد جبار، كابتن احمد جبار والمرحوم كريم سلمان، يقدر من خلاله يطور اللاعبين ويبيع بمستوى اكبر من سعره، يقدر يربحها بالشكل الاستثماري. احنا اغلب الانديه الجماهيريه اللي تدور مجرد لاعب جاهز حتى يقدر يجيب له لقب. دور الفئات العمريه اغلب المدربين تعتمد على التزوير، ليش؟ لانه الاداره بعيده عن الفريق، الاداره ما تروح تحضر الفريق تشوف المدرب شنو جاي يشتغل، المدرب وين جاي يروح، وين جاي يجي، اللاعبين منو، اللاعبين شنو اعمارهم، فهذه الامور كلها يعني بعيده عن الواقع، بعيده عن الاداره.
واغلب الادارات هي جايه تختار مدربين غير كفؤين، يعني مدرب مجرد هو يفرض نفسه على النادي بانه ما يقول للنادي يابا انا ما اريد عندكم كل شيء، لا تجهيز لا ما ادري شنو، رئيس النادي يكيف، الاداره تكيف، اللي يقول لك اجاني مدرب هو يصرف على الفريق، هو يصرف على يا الفريق. باخذ الفريق وروح درب ها كتاب وروح سوي مشاركه، فهذا الشكل غلط، يعني انا بالشكل غلط يعني صدق اقول لك اغلب المدربين هيك، شنو قضيه؟ احنا المدرب هو يجي يشتري، هو يجي يوقع النادي يقول لا اني اجي ادرب النادي مالتكم ومجانا كل شيء مالتكم، فاكيد النادي والاداره تكيف تقول لك انا اجيب مدرب اصرف عليه راتب ولاعبين وملعب ما اعرف شنو، وبالاخير يطلع لي بلاعبين، والاداره ما تفكر بانه انا اكتشف لاعب او اجيب لاعب او لاعبين من الفئات العمريه. الاداره تفكر هذا راح يخفف عنك، حتى يخفف عنك الضغط المالي، العبء المالي، مثل ما كان الزوراء والطلبه والجويه والشرطه وحتى الانديه الاخرى اللي هي الصناعه عندك كانت تخرج لاعبين للمنتخبات الوطنيه. اي حاليا المدرب من يشوف الاداره بعيد عنه فيقوم يزور لاعبين بكيفه، يقوم يلعب بكيفه بالنتائج، يعني ذاك قبل بهذا الدوري راح تعرف احد الانديه خسر 8-0، يعني احد الانديه خسر 8-0، زين هاي كارثه بكره القدم، كارثه من المدرب، زين انت من المدرب 8-0، شنو اللاعبين اللي كانوا موجودين يمك؟ شنو اللاعبين اللي انت جاي تشتغل عليهم؟ شنو اللاعبين اللي انت جاي تدربهم؟ فريق خسر 8-0، هم ناديين درجه اولى، هذا الشيء يعني ما يشتغل بالشكل الصحيح، واتمنى من ادارات الانديه تراقب عمل المدربين بالشكل الصحيح، وتوزع الاعمار اللاعبين للمدربين، يعني حتى توزيع المدربين، مثلا انا من اختارت كذا مدرب للمنتخب الاولمبي او منتخب الشباب او منتخب الناشئين، هو مدرب خط اول، مدرب يشتغل بالدوري النخبه، اجي اخليه يدرب منتخب ناشئين، هذا الشكل هم غلط، لانه الدور الفئات العمريه انا مسوي به دوري وعندي مدربين على مستوى عالي، مدرب الشرطه، مدرب الزوراء اخذ لقب، مدرب الشرطه اخذ لقب، هذول المدربين هم اللي يجيبون يدربون المنتخب. يعني يجب ان يكون الشخص المناسب بالمكان اكيد، المناسب. يعني انا بعيدا عن اكيد انا من اجيب مدرب الشرطه هو اخذ لقب، هو يعرف بجميع اللاعبين اللي موجودين بالدوري، كذلك احط يمه مثلا مساعد الزوراء، مساعد مثلا نادي المركز الثالث، اجمعهم اشكل لي منتخب قوي مجموعه من اللاعبين، انا مو اجيب لي مدرب خط اول يشتغل بالدور العراقي، اخليه مدرب على المنتخب الناشئين اللي هو ما يعرف شنو اللاعب ايش يتدرب، ما يعرف اللاعب شنو يشتغلوا وياه، مجرد يشتغلون كل يعني اللاعب الصغير او اللاعب الناشئ ما يصير يدرب مثل اللاعب المحترف، لان اللاعب المحترف هو جميع عناصر اللياقه البدنيه موجوده به، اللاعب الناشئ هو لاعب بعده ما كامل، بعده يحتاج تعليم، لانه يحتاج تعليم وتدريب. تعليم وتدريب، حتى اخلاق لازم تعلماني، اعلمه شلون يطوب وشلون يحترف وشلون يمشي شلون كله علمه، هذا تعليم وتدريب، اما اللاعب الخط الاول لا، هو لاعب متعلم، اجي انا مجرد بس ادربه فقط. هذا الفرق بين الفئات العمريه وبين المنتخب الخط الاول، فهذا اتمنى من الاتحاد بانه يركز على هذا الجانب في اختيار المدربين للمنتخبات الوطنيه. يعني اخر كلمه اقول لك اياها، بانه العراق ما يقارب بتقريبا 2000 مدرب، 2000 شخص يحمل شهاده تدريبيه، هذول 2000 مدرب كلهم يريدون يدربون المنتخبات. لا حول ولا قوه. زين انت شلون بهالحاله؟ شو يصير العراق هذا؟ زين انت زين انا اتحاد اختاريت كذا مدرب، تدري انا مو قلنا 2000، هذا واحد صار من 2000 صار مدرب. تدري 1929 واحد راح يظلون ينقون عليه؟ تدري ايوه هذول كلهم راح يظلون يحجون ضده، كلهم راح يظلون ينشرون ضده. حسد عيش شنو؟ اكيد، فانا اقول لك اتمنى بانه احنا نختار الشكل الصحيح حتى ما يصير عندي انتقاد بشكل كبير. فاتمنى من المنتخبات الوطنيه بانه يعني انا من عندي مدرب اخذ دوري ناشئين، استعين به، استعين بخدماته، استعين بخبرته، احطه وياه بالكادر التدريب المنتخبات الوطنيه، فاحطه بالكادر التدريبي وياي ما راح اخسر شيء. فاتمنى من هذا الشيء يراعون الاتحاد. الله يحفظك كابتن خضير، خلي اسالك السؤال الاخير حتى نختم وياك ان شاء الله. تسمعني حبيبي؟ اسمعك. اي كابتن، عانينا ما عانينا من سوء النتائج مع المدربين المحليين، وما طلعنا وياها بمحصله، مثل ما قلت وصلنا الى تصنيف 120 بوقت احد المدربين المحليين. بالتالي البعض يتحدث، والان المعلومات المتداوله انه المدرب كاساس بعد هاي المباراتين، ويعني هاي فتره التوقف منها الشهرين، راح تكون اكو مفاجآت بتشكيله المنتخب الوطني بالنسبه للاعبين. يعني احنا جاي نشوف دوري منظم كل اسبوع، كل اسبوع لعبتين، يعني كل 3 ايام يومين الثالث لعبه. هذا واحد، هذا نشط اللاعب المحلي وخلاه يفكر انه يقدم عطاء اكبر.
ممكن يبرز ويظهر للمدرب كاساس. بالتالي المدرب كاساس الرجل راح الاوروبا واستقطب بعض اللاعبين وخلى اكو بمفكرته بعض اللاعبين. بنظرك يعني هل راح تكون مفاجأة من المدرب كاساس ممكن يختار عدد كبير من اللاعبين وممكن يستغنى عن عدد من اللاعبين؟ اول الاستاذ علي انا خاف يقولون علي وعليك انه ضد المدربين المحليين، وانه بوقت المدربين المحليين العفو وصلنا لترتيب 120. احنا يعني وصلنا لترتيب 120 زمن ادفوكات والقبله من تعثرنا بتصفيات كاس العالم وكذا. يعني اكو مدربين محليين من جهه ثانيه، اكو مدربين محليين حققوا نتائج جيده يعني مع منتخباتنا، ما نبخس حقهم. لكن انا من ناحيه التدخلات اقول المدرب الاجنبي افضل من المدرب المحلي، انه يعني يقدر يقاوم التدخلات او يمنع التدخلات، لذلك يكون اكثر شجاعه في جلب يعني لاعبين جدد للمنتخب او محترفين او ينطي فرصه للاعب الافضل. اما من ناحيه المفاجات ومن ناحيه يعني هل ممكن انه كاساس يجيب لاعبين يعني غير ذولا ال 50 لاعب المسجلين حاليا في اجندته، هذا الامر مفتوح وموجود، ويعني لاعبينا انا اتوقع دورينا راح يتطور وراح ينتج لاعبين جيدين. الان عندنا لاعبين موهوبين موجودين في الدوري ممكن انه يثبتون جدارتهم خلال منا كاس العالم 2026. انا اتوقع صعود لاعبين من الدوري المحلي واكتشاف لاعبين بالدوريات العالميه عراقيين ايضا لاعبين جيدين. مساله انه نبقى على ذول ال50 هاي يعني قاعده ما تقبلها كره القدم. كره القدم دائما يعني بها مفاجات، بها مستجدات. اللاعب الموهوب يفرض نفسه. الان عندنا في لاعب كان بالاولمبي والان يعني استخدمه مدرب الشباب عماد محمد اللي هو اللاعب علي حيدر او حيدر علي حافظ اسمه زين، يمكن علي حيدر. اي هذا لاعب موهوب رغم انه عمره 16 سنه. هذا بعد سنتين لعب بالاولمبي ولعب بالشباب، هذا بعد سنتين يصير عنده خبره، يصير جناح ممتاز. يعني 100% كاساس يستفاد منه كمثال، وغيره من اللاعبين. فاكيد يعني والعراق ولاد والدوري مالنا يعني ان شاء الله يكون افضل، واحنا عندنا قاعده كرويه يمكن تحسدنا عليها هوايه دول العالم، وعندنا مواصفات باللاعب العراقي، مواصفات جسمانيه يعني ومواصفات ذهنيه ما موجوده في هوايه دول العالم. يعني من ضمن النقاط اللي خلتنا نتفوق على اندونيسيا وعلى فيتنام تكنيك اللاعب العراقي. شوف ذهنيه اللاعب العراقي، لاعب محاور، فكره جيد، يعرف شلون يراوغ، شلون عنده حلول فرديه. اللاعب الفيتنامي او الاندونيسي صحيح لاعب سريع وصحيح لكن تكنيكه ضعيف. يعني هاي الميزات كلها يعني ان شاء الله تعطينا. هسه تقول يمكن يقولون متفائل اكثر من اللازم، لكن احنا يعني جوابا لسؤالك حضرتك من تقول اكو مفاجات اكو تغييرات. نعم احنا بدينا، هذا اللي سواه كاساس مجرد بدايه، وان شاء الله من 2026 راح نشوف يعني لاعبين جدد، راح نشوف اساليب ثانيه، راح نشوف منتخبات وفرق ان شاء الله اقوى من الفرق الحاليه. الصحفي الرياضي الكابتن خضير حمودي من اربيل، شكرا جزيلا لك وتعبناك ويانا. لي الشرف بالعكس. الله يحفظك، شكرا جزيلا. الكابتن عبد الله الشاب المدرب الكروي، تحياتنا لك. شكرا لك استاذ، شرفتني بوجودي بين حضراتكم، وان شاء الله اكون خفيف الظل عليكم. ربي يحفظك وشكرا لتحليلك الدقيق. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى نهايه برنامج كارت اخضر لهذه الليله. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، تصبحون على خير.